هل تصدقون؟ هذه الثمرة البسيطة تشعل أزمة كبرى في أرقى عواصم أوروبا اليوم. بالأمس القريب كانوا يحرقون الشاحنات المغربية ويصرخون في بروكسل: أغلقوا الحدود أمام طماطم المغرب. اليوم حل الصمت المريب. المغرب اتخذ قراره السيادي، والرد كان حاسما: السوق الوطنية أولا، حماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي فوق كل اعتبار. الآن اكتشفت أوروبا الحقيقة: من كان يهاجم المنتج المغربي بالأمس يتوسل وجوده اليوم. الآن اختفت تلك الأصوات الغاضبة، وحل مكانها ذعر من نقص الإمدادات وغلاء الأسعار. أين هي جمعياتهم الفلاحية الآن لإنقاذ أسواقهم؟ إنها السيادة الغذائية. من ينتج غذاءه يملك قراره. الوطن دائما أولا. ما رأيكم في هذا القرار الشجاع؟ وهل تعتقدون أن أوروبا تعلمت الدرس؟ بابتسامة خفيفة، اكتبوا آراءكم في التعليقات إذا كنتم تؤيدون القرار أو ضده.